جرب كده تعمل معايا الحركة دي. هتجيب دراعك للجنب وتلف صباعك الكبير لتحت وتزق لفوق. حسيت بوجع؟ يؤسفني اقول لك كده غالبا عندك قطع في اوتار الكتف، بالذات لو بتحس بوجع في كتفك بالليل وبيقومك من النوم، وكمان ما تعرفش تمد ايدك عشان تجيب حاجه من فوق الرف او عشان تلف فيه الطرح. المشكله دي على فكره منتشره جدا، حوالي 28% من الناس فوق سن ال60 عندهم المشكله دي. طب ايه هي اوتار عضلات الدواره دي اصلا؟ دي الاوتار المسؤوله عن انها ترفع كتفك وتحركه يمين وشمال. ساعات بتتقطع بسبب وقعه او اصابه او مجهود متكرر لفترات طويله. طب والحل؟ نلصم ولا نصلح؟ لو القطع جزئي ممكن نمشي بالعلاج التحفظي، تمارين وعلاج طبيعي. لكن لو القطع كلي والوتر ساب العظمه خلاص، ساعتها مفيش كلام، لازم عمليه بالمنظار عشان نرجعه مكانه، لان الوتر ده بيكون زي الاستيك، لو اتقطع واتساب بدون علاج بيسحب لورا وبيكون علاجه في غايه الصعوبه. طبعا بتسال بنصلحه ازاي؟ تعال اوريلك. بنستخدم تكنيك الخياطه السري الدبل رو، وده تكنيك ذكي جدا. بدل ما بنستخدم صف واحد من الخطاطيف بنستخدم صفين. طب ازاي؟ زي ما انت شايف في الفيديو ده، الصف الاول الداخلي بيثبت الوتر كويس جدا على العظم، وبعدين الخيوط دي بناخدها وبنثبتها بصف تاني من الخطاطيف على العظم. طب فايدته ايه ويفرق ايه عن الخياطه العاديه؟ بنضمن ان مساحه الخياطه تكون اكبر واقوى، كانك بتدي الوتر دعم مضاعف عشان يلحم بسرعه، وده بيخلي وظيفه الكتف ممتازه وبنقدر نحرك بدري بعد العمليه. ودي طبعا من مميزات الشغل بالمنظار، فتحات صغيره ودقه عاليه وتعافي اسرع بكتير. وعشان افكرك، انت ممكن تتجنب العمليه تماما لو كشفت بدري. احنا هنا مش عشان نصلح لك كتفك بس، لكن عشان نرجع لك حقك انك تجيب اي حاجه من فوق الرف، وانك تنام طول الليل من غير ما في اي وجع يصحيك. ودمت دايما في حركه وصحه.